ما ينفعش بعد خبرتك دي كلها في الدايت ما تعرفش تميز بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي. طيب تعالَ أعلّمك، أول حاجة الجوع الحقيقي بيكون تدريجي، يعني مثلًا لو أنت أكلت على الساعة 12:00 فأنت على الساعة 15:00 بطنك بدأت تفضى وعلى الساعة 17:00 هتكون جعان بجد. أمّا الجوع العاطفي بيكون فجأة، أنا عاوزة حلويات دلوقتي، حصل لك موقف معيّن طلّع مشاعر، المشاعر اتحوّلت لcraving فأنت عاوز تاكل دلوقتي سواء جعان أو شبعان. الجوع الحقيقي ممكن تاكل أي حاجة، الجعان ياكل الزلط، خيارة وحتة جبنة، طبق جبنة قريش، أعمل 2 بيضة، مش فارقة أنا جعان. أمّا الجوع العاطفي طبعًا لأ، الأكل ده مش بيكيّف، مش بيسكّن مشاعر، أنا عاوزة نوعية أكل معيّنة، وده غالبًا على حسب كل شعور، مثلًا حزين عاوزة شوكولاتة، محتاجة ونس وحُب عاوزة مخبوزات، غضبانة عاوزة حاجة تقرمش. الجوع الحقيقي مش بيكون وراه مشاعر ذنب، علشان أنت بجد جعان، وده جوع حقيقي ومن حقك تاكل. أمّا الجوع العاطفي بيكون وراه مشاعر ذنب وجلد ذات، علشان عندك أفكار إنك أصلًا مش من حقك تاكل. الجوع الحقيقي أنت بتاكل عادي وبالراحة وبتستمتع بالأكل، أمّا الجوع العاطفي أنت بتاكل بسرعة علشان أنا موجوع وعاوز أسكّن مشاعري بسرعة، وأصلًا ممكن تكون مش بتحس بالأكل. الجوع الحقيقي أنت بتوقّف لمّا بتشبع، في الجوع العاطفي أنت بتوقّف لمّا المشاعر تهدى، لمّا القلق بيهدى، لمّا الوجع بيهدى، لمّا الأكل يبدأ يسكّن. الجوع الحقيقي موجود في المعدة، أمّا الجوع العاطفي موجود بين صدرك وقلبك لحد الرقبة، في المنطقة دي. أنت محتاج تتعلم الفرق الواضح بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي، وأتعامل إزاي مع كل أنواع الجوع، في 7 أنواع جوع، وأشتغل إزاي مع كل نوع جوع، وده أنا باساعدك فيه بشكل كامل وبشكل عملي في ورشة الأكل العاطفي أو الجلسات الفردية للأكل العاطفي، 3 شهور مكثفة. السلام عليكم.